مساء الفل. النهارده اخيرا يا جماعه هنتكلم عن الزحمه. النهارده ننزل السؤال الشهير، مين دول ورايحين فين؟ ويا ترى ايه كل العربيات اللي في الشارع دي؟ يلا بينا نشوف. حضرتك رايح فين يا ترى؟ اصل دايما بنسال السؤال مين دول ورايحين فين؟ الشوارع زحمه وده مش وقت شغل. اكيد ناس عندها اعمال وناس عندها مصالح برضو يعني. دلوقتي يا الناس في الجامعه يا في الشغل، امال انت بتعمل ايه دلوقتي في الشارع؟ رايح الشغل والله. بص انا شغلي هنا في نفس الشارع وبحاول دلوقتي ان قد ايه انا بقى؟ المفروض ان انا في الايام العاديه 10 دقائق، ودلوقتي يعني ممكن تاخد معايا ساعه. مصر كلها زحمه يا استاذ رامز. حضرتك النهارده مشوارك من فين لفين؟ انا جاي من الدقي لغايه ميدان لبنان، هنا بقالي اكتر من ساعه. وفي العادي الوقت ساعه ونص والله العظيم. طب حضرتك دلوقتي مش ههرب من البلد دي عشان الزحمه. هو المعتاد بالنسبه للخميس بيبقى زحمه، والاربع هو وقت الذروه ده اللي هو وقت طلوع المدارس ووقت طلوع الموظفين بيبقى الزحمه فيه، بعد كده الطريق بيفتح. ده بيبتدي من 8 الصبح ل 8 بالليل تقريبا صح؟ لا لا لا. بعد ما سالنا ده السؤال المهم، انتوا مين ورايحين فين؟ لازم نقنع الناس ان الزحمه ممكن تبقى مفيده وممكن يلاقوا حاجات ليها لازمه يعملوها وسط الزحمه دي كلها. تعالوا نشوف اول واحد. دلوقتي احنا معانا محمود وليسي، والرجاله دي تبرعت ان هي تتعلم معانا لغه النهارده جديده، فاحنا اخترنا اسهل لغه هي اللغه اليابانيه. كونيتشوا. مرحبا. قول معايا. كونبانوا. كومبا. الخير. يراشايماسي. مساء. ايدس. طيب نحب نشكرهم يا جماعه على اللغه اليابانيه، ونحب نقول لكم يا جماعه انتوا لو كل يوم مسكتوا لغه جديده هتعرفوا 12 لغه مثلا في الشهر. احنا بتاع ساعه برضه واقفين هنا وبنحاول نلاقي للناس حاجات مفيده يعملوها في الطريق. فانت بقى ممكن مثلا تغني. ايه رايك؟ تغني؟ اه. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لأ ماليش في دول. الله عليك. طيب احنا عايزين نسلي حضرتك النهارده شويه في الزحمه، معلش ممكن تنزل معانا دقيقتين كده؟ ممكن تطلب منك طلب؟ امرني. ينفع تعزم الناس على شاي كده؟ تحت امرك. بجد؟ تحت امرك. طيب ممكن ترموا الشاي يا جدعان؟ عادل مزاجك بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير. تعال رب حضرتك. عماد الجبال. امسك ده، انزل لنا كده دقيقتين بالظبط. عايزين نستغل الزحمه في حاجه مفيده. ايه رايك تعمل سبوبه كده وانت في الزحمه؟ نعمل سبوبه. هنعمل شاش كفته، ممكن لو سمحت الكفته؟ قول لنا بقى بما انك انت على طول يعني في الشارع، يعني ايه ازحم ايام الاسبوع؟ كل الاسبوع الا الجمعة. بص بقى احنا النهارده نازلين عشان نحاول نقنع الناس ان ممكن تستغل الزحمه في حاجه مفيده. قول لنا كده 5 امنيات ليك في 2015. اتجوز، اخلف، واجيب شقة، وارض امي، وربنا يشفي ابويا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. طب بص بقى يا باشا، النهارده نازلين نحاول نساعد الناس ان احنا نكتشف حاجات مفيده ممكن نعملها في العربيه. عايزك تعصر مخك كده وتدور على حد صاحبك بقالك كتير قوي ما كلمتوش، وترفع سماعه التليفون وتكلمه وتسال عليه. تكلم مين؟ بكلم واحد صاحبي. السلام عليكم، ازيك يا سيد، عامل ايه؟ انت عامل ايه واخبارك ايه يا سعيد؟ قابلت شباب زي الفل هم بيصوروا معايا، فبيقولوا لي شوف واحد صاحبك بقالك كتير ما كلمتوش، فقلت لهم سيد. انت الزحمه عامله ايه معاك؟ هو برضك سواق زميلي يعني. صبح لي عليه وقول له رامز بيسلم عليك. استاذ رامز بيسلم عليك. ماشي. نهارك زي الفل. النهارده يا جماعه كلمناكم على الزحمه، مش هنكلمكم ان الزحمه ليها فوائد ولا ان الزحمه حلوه، هنقول لكم بس ازاي ممكن تتعاملوا معاها بصدر رحب وتحبوها شويه. يلا نشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.